مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا متابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون أنا معكم عماد خلاف من وراء الميكروفون، وزملائي بالكنترول شيرين وشيزر، لحد نقدم لكم الحلقة الأولى من برنامج صحتك بالدنيا ضمن شهر رمضان المبارك. طبعا مبارك عليكم جميعا، وإن شاء الله ينعاد عليكم بالخير والصحة والسلامة. ضيفتنا بالاستديو الدكتورة لورين عبد الله حميد، أخصائية في طب الأسنان. اسمحوا لي نحن وأنتو نرحب بضيفتنا. يسعد مساكي دكتورة. مساء النور. مستمعينا، رح نحكي اليوم عن موضوع محاور مهمة كتير، هي بتخص الأطفال. طبعا الدكتورة لورين رح تحكي لنا عنها كتير من الأسئلة والمحاور المهمة لصحة الأسنان عند الأطفال. لكن أي حدا حابب ينضم لنا فيكم تنضموا عبر الاتصال بالرقم الأرضي 429 101. متابعين عبر البث المباشر أيضا على صفحتي الإذاعة بوير عربي وراديو بوير. عبر أي كومنت فيكم تنضموا لنا، تكتبوا السؤال رح نجاوب عليه أكيد. أيضا عبر الواتساب 093 82 80 81 4. رح نبدأ لقائنا مع الدكتورة لورين. بداية دكتورة، لو تحكينا عن موضوع بداية بزوغ توقيت بزوغ الأسنان عند الأطفال. هلا أول شيء ببلش بزوغ الأسنان عند الطفل من عمر 6 شهور، بينتهي بعمر 2.5 ل3 سنوات. هلا ممكن أوقات إنه يكون في عنا أول ما يولد الرضيع، يعني بيكون عنده سن، هذا سن سميه نحن سن أسنان ولادية. بنقلع بعد ما يكون عمر الرضيع بحدود 10 ل 15 يوم، لأنه ممكن تسبب لنا آثار جانبية. أول شيء ممكن الرضيع يبلع، لأنه هي بالأساس بتكون سن متحرك، وهي بتأذي الطفل وبتأذي الأم، يعني أثناء الرضاعة ممكن تسبب لها ألم. تماما. دكتور، حكيتي عن موضوع أنه ممكن أنه يتأخر السن حتى بزوغه. يا ترى شو هي الأسباب اللي بتؤدي لتأخر بزوغ السن؟ هلا أول شيء ممكن أوقات سماكة اللثة تلعب دور، إنه ما فينا تبصغ بشكل طبيعي. الشهر اللي ولد في الرضيع ممكن يعني إذا ولد الرضيع بالشهر الثامن كمان يتأخر عنا ويأثر على بزوغ الأسنان. كمان في عنا أسباب بتتعلق يعني بالعناصر الغذائية. أيوة. نقص الفيتامينات، الكالسيوم، كل هذا الشيء. أو عند الطفل؟ عند الاثنين، أكتر شيء عند الطفل طبعا، عند الرضيع يعني. إذا حتى الغذاء له دور طبعا. والعامل الوراثي كمان ما بيلعب دور؟ طبعا أكيد العامل الوراثي له الدور الأكبر. أكيد. مستمعينا، رح أذكركم أنه ضيفتنا الدكتورة لورين حميد، أخصائية بطب الأسنان. أي حدا حابب يسأل أي سؤال ينضم للبرنامج فيكون عبر الاتصال بالرقم الأرضي 429 101 تنضموا لنا، وأكيد رح نكون مسرورين ورح نجاوب على سؤالكم. أيضا عبر الواتساب 093 82 80 81 4. أيضا البث المباشر على صفحة الإذاعة، والأرقام واضحة عبر الشاشة والبث المباشر. الدكتور عم تحكينا عن موضوع مهم كتير وحابب الكل يستفيد، وبتمنى أنه تشاركوا رابط الحلقة لحتى أصدقائكم أيضا يستفيدوا منها. دكتورة، الأسباب النخور أحيانا النخر كمان حالات الشائعة عند الأطفال، ربما يتعلق بنمط الغذائي، ولو تحكينا عن هالموضوع هذا عند الأطفال. هلأ أسباب النخور هي كتير. يعني المفروض إنه الأم من وقت ما يولد الرضيع تهتم بالصحة الفموية. المفروض الأم بعد ما ترضع الطفل تنظف اللثة بشاشة معقمة. هاي بتبلش لسه من قبل بزوغ الأسنان. تماما. هلا بالنسبة لأسبابها طبعا هي أكيد تتعلق بالأسباب العناصر الغذائية، النظام الغذائي اللي عم يتبع الطفل، خاصة هلا النظام الغذائي هو غير صحي عند الأطفال. كمان البيئة الصحية الموجودة بالبيت بتلعب دور. يعني لما الطفل بده يكون لما بده يكون في بيئة صحية بالبيت، الطفل منه لحاله
رح يتبع نظام غذائي صح. صحيح. بيتأثر إيجابيا طبعا يعني أكيد بيتأثر إيجابيا. وعلى العكس تماما ايه طبعا يعني أكيد لما إنه بيكونوا الأهل مهملين للصحة الفموية الطفل كمان رح يكون مهمل بيعكس بشكل سلبي على الطفل طبعا. كمان. أكيد للأسف كل هاي شيء الحالة. له آثار أكيد. يعني. نتمنى من الأمهات أيضا يعني دائما يسمعوا بنصائح الأطباء وبالأخص أطباء الأسنان، وصار عندنا يعني اختصاصات تفريع يعني فرعية كمان. ايه طبعا يعني هاي الاختصاصات هاي كمان بتساعد الأهالي للشفاء والتجنب من الأمراض أيضا. دكتورة، الأساليب الكشف اللي عندكم اللي عم تفحصوا فيها النخور، اللي بتكشفوا عن النخور، هلا هي بتكون أول شيء بيكون فحص سريري، بيتم فحص الأسنان يعني بشكل فردي، يعني بنفحص كل سنة على حدة، وبعدين بيجي عندنا فحص الشعاعي، صور البانوراما، وممكن أوقات صور ناخذها بالعيادة كمان إذا في عنا أجهزة الخاصة الموجودة. تماما. ما في غير هالأسلوب يعني هالطريقتين؟ ايه طبعا هدول الطريقتين. بالجس دكتورة، بالجس بالأصابع ولا يعني هلا النخور هي بتجس عيانيا، الأف واضحة بالعين. ايه طبعا ممكن الخراجات هي اللي بنجسها الأكياس. دكتورة، عادة الطفل لما يعني السن بيصاب بنخر ربما ما بيكون يسبب ألم، يعني في منهم ما بيسبب الألم. الأم ربما ما بتشاهده بالعين المجردة أو يعني لو في علامات غير إنه العين المجردة اللي بتشوف النخر لا تساعد الأم لحتى تكشف. هلا هون بيجي الدور إنه بننصح الأهل بالمراجعة الدورية لطبيب الأسنان. تماما. دكتورة، الأسباب اللي أو أساليب المعالجة لمعالجة النخور كيف بتعالجوها؟ هلا أول شيء فينا نطبق فلور لما يعني بعمر يعني لما ببلش عنا الأسنان اللبنية، نحن هون بنحميها من النخور. لما بيكون عنا نخور بسيطة فينا نحن نطبق المادة السادة للوهاد والميازيب اللي بتكون على الأسنان الطاحنة. كمان بيحمي السن لحتى ما يتطور عنا النخر. هلا طبعا هو السن اللبني هو يعامل معاملة السن الدائم، يعني ما كل ما اجى لعندي مريض في عنده نخر صغير وكتير هي بتصير معنا انه قلع السن، لا السن اللبني نحن بنعامله معاملة سن دائم. بدنا نحافظ طبعا لعمر معين، لانه بعدين بيصير عندنا اختلاطات، يعني بده يضطر المريض يحتاج لمعالجة تقويمية بالمستقبل. هلا في حال النخور كانت متوسطة اما بنحط له حشوات، ممكن اوقات بتر لوب نستأصل نحن الجزء التاجي فقط من اللوب. في حال النخر كتير عميق ممكن نحن نستأصل اللوب بنعالجه مثل معالجة الأسنان الدائمة. تماما. دكتور، حكيتي شيء جديد يعني. هلا سابقا على ايامنا نحن لما كنا اطفال اي نخر او اي مثلا ضياع بجزء من السن او اي شيء كان بيضطر الطبيب لخلع السن، وللاسف كان يعني ربما كان يعني في اجراء اخر يعني. هلا صار في شيء جديد يعني صار في انه ما بتستغنوا عن السن نهائيا. لا ما بنستغني عن السن، وفي حال اضطرينا انه نقلع السن بنلجأ نحن لحافظات مسافة. ايوه، لحتى تحفظ مكان الاسنان المؤقتة، لحتى تبصغ الاسنان الدائمة بشكل طبيعي، ما يحتاج الطفل لتقويم بالمستقبل. فلذلك الكثير من الاطفال اللي هلا صاروا كبار اللي بعمر صغير يعني شالوا السن، فمكان السن هذا اكيد سبب يعني مشاكل ميلان فيزيائيه ربما، او يعني لا الحشوه بدها تفيد او لا التلبيسه. لا طبعا. فهالامور هاي جدا رائعه حقيقه. يعني كمان العالم الطب بجميع مجالاته تطور، فمجال الطب الاسنان اكيد. فنحب انه نبشر دائما الاباء والامهات انه مو اي سن صار فيه نخر ما اذا مصيره مو قلع يعني. اكيد ويا ريت لو يسمعوا منا الاهالي من يا ريت يعني. هو برنامجنا اكيد هو توعوي اكثر مما هو انه تشخيصي او فعبر منبر بيروى بنصائح الدكتوره لورين عبد الله حميد، اخصائيه في طب الاسنان. نتمنى كل الاباء والامهات ياخذوا بنصائح الاطباء لحتى يعني ولو كان السن لبني لحتى طبعاً يستفيدوا منه لفترة معينة، ولحتى الآثار السلبية البعيدة يعني اللي راح تتجنبوها بعدين. دكتورة، إنه موضوع تتويج السن كان عند الكبار. من شوي حكيتوا كمان عن موضوع الأسنان اللبنية. يا ترى فيكم توجوا السن اللبني؟ ايه طبعا فينا نتوج السن اللبني. لو تحكي لنا هيك بشكل مفصل. هلا نحن اكيد فيني توج انا السن اللبني. انا لما بدي استأصل اللب انا بكون ضعفت من السن، صار كتير عرضة لانه ينكسر.
أيوة. يعني كمان هون أنا ما استفدت، يعني بدي يكون كمان عمر السن قصير لبين ما يبزغ السن الدائم. فهون نحن بنلجأ للتتويج طبعا للأسنان اللبنية. في أسنان خاصة، يعني نوع خاص من الأسنان. أيوة. من التيجان يعني بنطبقهم للأسنان اللبنية لحتى نحافظ عليها وما تنكسر. تماما. دكتورة التتويج بيشمل جميع الأسنان؟ لا يعني طبعا. الراحات والكذا هلا طبعا بيشبه طبعا بيشمل كل الأسنان. يعني في حتى تيجان بتجي جاهزة فينا نطبقها بس تماما نفس الإجراء اللي بتتخذوه بسن طبعا كبير. السن اللبني يعامل معاملة السن الدائم. تماما. حلو كتير. يعني دكتورة كيف بتتعاملوا مع الردود؟ لأنه الأطفال هن الفئة الأكثر حركة، اللي بيتعرضوا للعب، للردود بالمدرسة، بالملاعب، بكتير من الأماكن. فالمراجعين اللي بيراجعوكم بالعيادة هن أكثر شيء الردود ربما. كيف بتتعاملوا معهم هدول دكتور؟ هلا الردود بتختلف، انه اذا عندي انا الطفل متعرض لرض ومنخلع السن بجزء بشكل كامل، يعني السن كله صار برا التم، هون انا بدي انصح الاهل انه يحتفظوا بالسن، اما بحليب او بلعاب المريض او بمصل، بس هم يجيبوا لي السن مثل ما هو، لانه أيوة. انا ما بكون استفدت منه بشيء. هيك بكون انا رجعته للسن لمحله الطبيعي. بعمل تثبيت، وممكن يجي لعندي السن عفوا المريض متعرض لرد بس في حركه باسنانه. أيوة. هون نحن نلجأ للجبائر. هي عبارة عن قوس بنحط مواد معينة. هي طبعا بتضل أسبوعين تقريبا، من أسبوع لأسبوعين لأفحص المريض إذا لسه في حركة ولا ما في حركة وبشيلها. دكتور حابب هيك يركز على موضوع الرد، لأنه نحن هلا عم نخاطب الفئة الكبيرة، إنه الآباء، الأساتذة، المدرسين اللي بيشرفوا على الأطباء، يعني على الأطفال. أي سن لأي طفل تعرض لرد بتمنى من الأساتذة والآباء والأمهات إنه يسمعوا بنصائح الدكتورة مثل ما شوي ذكرتي، ولكن بشكل أوسع. يعني السن إذا تعرض لرد قلع أو بشكل كامل أو جزئي، بتسمعوا حكي الدكتورة من أول وجديد. رح تحكي لنا يا دكتورة إنه فيكم تحتفظوا بهالسن هذا بشو والزمن الذهبي، يعني في فرصة ذهبية كمان. هلا بيحتفظوا فيها إما بحليب أو حليب يعني الجاهز دكتورة ولا تمام. حليب أو اللعاب أو مصل. لعاب المريض نفسه. لعاب المريض نفسه. ممكن حتى يجي لعند المريض يكون حاطط السن نفسه تحت لسانه، يعني تحت لسانه كمان، إنه هو بيستفيد منه. ممكن يحطها بمصل. شو هو المصل لحتى نفهم؟ هو مصل فيزيولوجي السيروم. ربما ما تماما. وكحول دكتورة ما فينا؟ لا كحول لا. كحول لا نهائيا. الماء كمان تمام. الماء كمان يعني هو آخر خيار ممكن يلجأ له. تماما. تماما. ويا ريت ما يتأخروا علينا، يعني ما يكون يتجاوز ما أكثر من نص ساعة. تماما. فبهالحالة هاي الطفل رح يستفيد. طبعا تردوا للسن لمحله. نرد السن لمحله. بنعمل كمان جبيرة. كمان بنراقب السن، بنراقب حيويته. هاي بدها مراقبة بعدين. طبعا بدها مراقبة. هاي ضمن خطة العلاج. أكيد. رح أذكر مستمعينا اللي عم يسمعونا هلا، أنتوا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفتنا بالاستوديو دكتورة لورين عبد الله حميد، أخصائية في طب الأسنان. عم نحكي عن آفات أو الردود ومشاكل الأسنان عند الأطفال. طبعا معلومات قيمة جدا دكتورة حكتنا عنهم. إذا حابين تنضموا لنا أو تسألوا 429 101 عبر الرقم الأرضي. الواتساب برسالة 093 82 80 81 4. عبر البث المباشر على صفحتي الإذاعة بوير عربي وراديو بوير. فيكم برسالة تكتبوا السؤال ورح نجاوب عن السؤال أكيد. دكتورة، أساليب التعامل مع الطفل، أنتوا الشريحة الأكثر صعوبة، يعني الفوبيا الطفل وطبيب الأسنان. الكبار بيخافوا من أطباء الأسنان والعيادات السنية، فكيف الطفل يعني لو تحكوا لنا عن موضوع طريقة التعامل؟ هلا أنا بعتبر أول جلسة بيجي لعندي فيها الطفل هي جلسة تعارف بيني وبين الطفل. حلو كتير. يعني بعرفه على العيادة، بخليه يرتاح معي. بعرفه على الأدوات والشغلات اللي أنا بدي أشتغل فيها لحتى ما يخاف منها بالجلسة الثانية. هلا بالجلسة الثانية أكيد أنا أول شيء ما بخدر الطفل فورا، لأنه هو
أكتر شغلة بيخاف من الطفل هي الإبرة. حتى الكبار. حتى الكبار. منخدر موضعي عن أها. طريق مخدر بخ، ومن بعدها منخدر الطفل. هلا في حال هاي الأساليب ما جابت معنا نتيجة، في عنا أساليب صارت متطورة بالعيادة أيوة. عن طريق التركين. يعني بيكون الطفل مخدر، فيني اشتغل له من دون يحس لا بألم، حتى ما بيكون واعي يعني. مهم. حلو كتير هاي. يعني هل الفرصة هاي صارت متوفرة يعني ايه هاي بدون الفرصة صارت وما متوفرة. يعني ما لها آثار سلبية؟ ما لها لا لا خطورة أبدا، ما لا أي تقليل. أثار. لا لا أبدا ما لا أي آثار، وصرنا مجربينها مع عدد كبير من الأطفال، بالعكس عم تجيب نتائج منيحة. وكيف تقبل الأهالي على هالفكرة؟ إنه لا. دائما موضوع التخدير دكتورة بالنسبة للأهالي بشكل هيك شوي يعني نفور، إنه والله أنا طفلي ما بدي خدره ما كذا. كيف بتقنعوا الأهل على الموضوع هذا؟ هلا بعدين الأهل يعني بنقنعهم. أكيد. أكيد بنقنعهم. لأنه لو بيشوفوا صعبة. النتيجة، لأنه ايه طبعا لما مضطرين. بيشوفوا النتيجة بعدين بيصيروا يجيبوا أولادهم الثانيين كمان. أكيد. دكتورة لورين، رح نختم لقاءنا بشوية نصائح للأهالي، لأنه الأطفال إنه ما رح يستفيدوا شيء. إنه خطابنا للأهالي، للمدرسين، للآباء والأمهات، نصائح وقائية للعناية بالأسنان. هلا أول شيء يا ريت يبلشوا بالعناية بصحة الطفل من هو صغير، مثل ما قلنا من أول ما تبلشي ترضعيه. بعد كل رضعة تمسح اللثة بشاش معقم. أيوة. يعتنوا بأسنانهم، بالصحة الفموية. يعلموا أولادهم كيف يفرشوا أسنانهم. النظام الغذائي طبعا أكيد. طبعا أكيد يقللوا من السكريات ومن هاي الشغلات. يا ريت يتبعوا نظام غذائي صحي، ويا ريت هن كمان يكونوا عم يعتنوا بأسنانهم بالبيت لحتى أولادهم كمان يتعلموا منهم. دكتورة، في أكلات معينة بتوصوا لحتى الأطفال؟ هلا أكيد في اللثة مثلا. هلا أكيد أنا طبعا أول شيء يتجنبوا السكريات. الحليب كتير مهم، البيض، اللبن، كل هاي الأمور اللي فيها كالسيوم كتير يعني بتفيد الطفل، مو بس مشان أسنانه، حتى بنموه بشكل بنيته بشكل عام يعني. شكرا لكم دكتورة لورين عبد الله حميد، اخصائية في طب الأسنان، على هالاستضافة الحلوة والمعلومات القيمة. شكرا لكم أيضا متابعينا ومستمعينا، وشكرا لزملائي بالكنترول شيرين وشيزر. كنت أنا معكم عماد خلف المرة الميكروفون، على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة.